شكرا لك وشكرا لأخوي شاهين ولكل المتحدثين في الغرفة والمتواجدين والمستمعين عبر الروابط. أكيد حديث الساعة سواء في الغرفة ولا حتى في صفحات الفيس يتكلموا على ضربة وشيكة لأمريكا للإرهاب، هكذا يعني الخبر الذي يسوق في كل الصفحات، وحتى هنا الغرفة أخذ وقت طويل للنقاش. شكرا أم وليد، تحية لك. أولا عندما نتكلم عن الإرهاب هو في حد ذاته كمفهوم إلى حد هذه اللحظة لا يوجد تعريف موحد لما يسمى الإرهاب، لأن يختلف من مكان إلى آخر، ويختلف التعريف. حركات التحرر التي تدافع من أجل دحر الاستعمار هو مقاومة، بينما الغرب يرى أن هذه الحركات هي حركات إرهابية. فبالتالي هو في حد ذاته الإرهاب فيه إشكالية، لحد الآن لا يوجد تعريف موحد متفق عليه، لكن اختصر مؤخرا الإرهاب في الحركات المتطرفة الإسلامية. طيب إذا كان بناخذ أن هذا هو الإرهاب المقصود به في العالم، نجول ليبيا. أولا، من الذي أدخل الإرهاب إلى ليبيا؟ بدون شك الآن لم يعد هناك سر مثل ما هو في 2011 كانت الأخبار معتم عليها وغير واضحة. اليوم واضح جدا، التصريحات والتقارير أظهرت أن قادة التطرف بكل انتماءاتهم دخلوا لليبيا يعني بدعم من الغرب وبعض الدول الأخرى التي هي بدون شك تحت سياساتها تحت الغطاء الغربي، مثل قطر أو غيرها. يعني قطر ما بتعمل شيء إلا بتعليمات من الغرب. إذن وتعرفوا أن برنارد ليفي اجتمع في 2011 بعدد من القادة المتطرفين الذين كانوا في الجبهات. إذن التطرف من الذي أتى به إلى ليبيا؟ هو الغرب، ومن الذي يدعمه هو الغرب. وإلى حد هذه اللحظة تلاحظوا أنتم في الاجتماعات سواء السرية أو المعلنة مع قادة التطرف في ليبيا ومدعومين. اليوم بالحاج يستقبل استقبال الفاتحين في فرنسا، في حين قبل 2011 كان متهم وجلبوه لليبيا كمتهم. استلمت ليبيا مثل ما استلمت عدد من الذين كانوا متورطين في هذه الحركات المتطرفة. هذا جانب. إذن ما في ذلك شك، ما تمرش علينا أن الغرب هو الذي أوجد هذه الحركات المتطرفة ليستخدمها ذريعة فيما بعد، مثل ما حصل في أفغانستان. عارفين أن بن لادن وجماعته هم صنيعة الغرب، دعمهم الغرب، وهو الذي أعطى الإعاز لبعض دول الخليج وعلى رأسها السعودية بأنهم يقوموا ببعث كل المقاتلين من هذه الدول تحت اسم الجهاد إلى أفغانستان لمقاتلة في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي. انتهى موضوع الاتحاد السوفيتي، استخدموهم فيما بعد فزاعة أو ذريعة للتدخل في أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب. هم الذين صنعوهم وهم الذين دعموهم، ومن تم فيما بعد عندما انتهت ورقتهم استخدموهم عدو، وبدأت حرب على الإرهاب مثل ما أسموها بعد 2001 بعد ضرب الأبراج في أمريكا، ولم تنتهي إلى هذه اللحظة. إذن نحن نتكلم على وقائع تاريخية قريبة جدا كلنا حضرناها وشاهدناها بيوم عيننا. إذن الإرهاب هو في حد ذاته هو صنيعة غربية، ما في ذلك شك، من بن لادن إلى جبهة النصرة اللي موجودة في سوريا والتي يدعمها الغرب ويدعمها بالسلاح عن طريق
تركيا وقطر والسعودية، واللي صنعوا منها عدو للنظام السوري، والآن يحاولوا التبرؤ منها. إذن كل هذه الحركات هي صناعة الغرب. أيضا في ليبيا هم الذين أدخلوا كل هؤلاء المتطرفين، وبرعايتهم تمت انصار الشريعه، ما انصار التوحيد، ما انصار الحق، انصار مش عارف ايش. كل هذه الحركات هي صنيعه الغرب. لكن بيجي واحد يقول اذا ما دام صنيعه الغرب وهم ينفذوا في سياسه الغرب، اذا لماذا هذا التلويح بضربهم في ليبيا؟ هذا هو السؤال الوجيه اللي ينبغي ان احنا نجاوب عليه. اولا نعرف ان السياسات الامريكيه هناك صراع على السلطة بين حزبين رئيسيين في أمريكا، هما حزب الجمهوريين وحزب الديمقراطيين. هذه الحقيقة. الجانب اللي نحن يجب أن ننتبه له، أن لكل رئاسة أمريكية لها حربها الخاصة بها، لأن في إطار الصراع على السلطة بين الحزبين اللي هم الجمهوري والديمقراطي، كل حزب يستخدم كل هذه الحروب، تستخدم ورقة في الانتخابات. اليوم فيه مطالبة للتحقيق في حادثة بنغازي. من الذي استخدم ورقة التحقيق؟ ما الذي أظهرها الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري اليوم يحاول الضغط على أوباما الذي يمثل الحزب الديمقراطي من خلال فتح ملفات الإرهاب، ويحاول أن يفتح تحقيق معه ومع خارجية أوباما، كونهم كانت لهم علم باستهداف السفارة في القنصلية في بنغازي، وعندهم معلومات تؤكد وجود حركات متطرفة، ولم يتعاملوا معها كما ينبغي، فقط من أجل توريط الحزب الديمقراطي اللي هو الآن موجود في السلطة. الحزب الديمقراطي حتى يكسب الرأي العام اللي الآن في ظل هذه الاتهامات والمطالبة بالتحقيق مع أوباما ومع خارجيته في كيفية التعامل مع حادثة قتل السفير كريس في بنغازي، يلوح بمكافحة الإرهاب وبالضرب. فقط هي ورقة ليستخدمها في الانتخابات وورقة لكسب الرأي العام. هؤلاء يحاولوا كسب الرأي العام من خلال الضغط على الحزب اللي موجود في السلطة بأنهم بيبينوا عيوب هذا الحزب، وأنه لم يتعامل بشكل مقبول مع هذه الحادثة، ولم يعمل الترتيبات لحماية القنصلية والسفير، ولم يتعامل بشكل جدي مع هذه الحركات المتطرفة. والحزب الآخر اللي هو أوباما يحاول أن يظهر قوة أمريكا وقوة حزبه من خلال أن يقود حرب أيا كانت في أي مكان. يعني دول العالم الخلاصة أن دول العالم هي قرابين، فقط يستخدموها كقرابين لخدمة الانتخابات في الداخل. فقط هذه القصة حتى نستوعبها. هي ليست حرب ضد الإرهاب، لأن الإرهاب هو صنيعتهم، والإرهاب هو الذي يخدمهم، والإرهاب هم الذين دعموه، وهم الذين يتابعون تحركاته. إذن لماذا لم يحاربوا الإرهاب منذ أن قتل السفير الأمريكي في بنغازي؟ قتل لم يتحرك الأمريكان. الأمريكان هم يعرفوا التطرف موجود. أنصار الشريعة أمامهم في بنغازي وفي سرات نهارا، يعني ما مش متحشمين فيها. عندهم مقرات ويستوردوا في أسلحة، وصفقات الأسلحة عندهم الأمم المتحدة مرصودة، ولديهم أرتال من السيارات والمسلحين والمواقع ودوريات في الشوارع، يعني متواجدين ويهددون ويغتالون كل يوم ويقتلوا كل يوم. هذا كل شيء أمامهم. الغرب يعرف جواسيس على الأرض، يعرف التحركات، وديبورا تحضر حتى في الأعراس والأفراح، حتى الطهارة مش تحضر فيه. يعني ما فيش حاجة
كل المعلومات لديهم. إذا لماذا؟ هي فقط ورقة لكي يردوا على أن الجمهوريين الآن يستخدموا هذه الورقة ويضغطوا في الكونغرس باتهام أوباما واتهام خارجيته في التعامل مع ملف الإرهاب. هي فقط أوراق للضغط بين أو للصراع بين حزب الجمهوريين وحزب الديمقراطيين. طبعا قد يترتب عنه ضرب، يعني هذه لكن اللي نبغى نفهموها نحن ما يفيدنا الضرب من عدمه، لأنني شايف بعض الصفحات فبرايريين يقولوا والله كويس الأمريكان بيضربوا ويخلصونها من أنصار الشريعة والمتطرفين. أيضا حتى بعض صفحاتنا نحن الخضراء بعض صفحاتنا حتى هم فرحانين وجاكم الناتو ووريكم هذه نظرة قاصرة لا، الغرب يخلق المشكلة لا يجد لها حل. هو من يخلق المشكلة، لا يمكن انه يعالج لك مشكلة في الداخل، والدليل انه لم ينتهي الارهاب من افغانستان رغم ان شوفوا أكثر من عقد من الزمان هم موجود بذريعة الحرب على الإرهاب. في العراق دخل بحجة نشر الديمقراطية ومحاربة مش عارف شنو والديكتاتورية وأسلحة الدمار الشامل. اليوم أكثر من 10 سنوات عقد من الزمن لم يعطونا أي مبرر أو أي دليل على وجود أسلحة دمار شامل. لم تنتهي الفوضى في العراق، لم تنتهي الديكتاتورية، لم يتحقق أي تقدم، بل بالعكس تحولت العراق الدولة النفطية الغنية تحولت إلى بلد فقير. تصوروا بعض المدن وبعض القرى العراقية الآن غير موجود بها حتى الكهرباء. لا يمكن، ما في حد يحلم منها. هذه شعارات الغرب، ما بيجي بيقول لك أنا والله بنحتاج والله عندي مآرب أخرى، بيجيك بشعارات الحرية بالديمقراطية بمكافحة الإرهاب. هذه الشعارات والذرائع التي يستخدمها، فنحن ما تعنيناش. ممكن الآن تكسب الرأي العام وتكسب الانتخابات القادمة، يضحوا بأي كبش فداء، ما فيش مشكلة. مع أنه ما فيش مشكلة، ممكن يقبضوا حتى اللي بنقموا بكرة، ولا يقبضوا على أبو ختالة المتهم في قتل السفير ويقدموه كبش فداء فقط، مش لأن خدمة في ليبيا، حيقدموه كبش فداء للانتخابات القادمة باش أوباما يقولوا من والله حكومتي حاربت الإرهاب. وطبعا أنتم عارفين الضجة الإعلامية اللي حت ترافق هذا الحدث، ويقولوا ما قبضنا على بعض الشخصيات التي كانت يعني تشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي. طبعا هم على فكرة الأمن القومي الأمريكي عندهم قانون يجيز التدخل للأمريكا في أي موقع يشكل خطر على الأمن القومي. يعني تصوروا يعني من حقهم قانونيا من حقهم أن يتدخلوا في ليبيا إذا كان فيها واحد متهمين بأنه يشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي. عندهم قانون يجيز لهم هذا. في كل الأحوال التدخل من عدمه هو زيادة للكارثة، التدخل هو زيادة للكارثة وزيادة للفوضى ولا يخدمنا. يعني ممكن ضربات جوية قد يعملوها من أجل بس شوية إعلام يسلط عليها الضوء، يطلع أوباما السوبرمان ومكافحة الإرهاب، وممكن يقبضوا لكم على كم شخصية 2 3 فقط. لكن القصة أن الجماعات الإرهابية ستعود ليبيا خضرة كما كانت، لأن ما عندناش عدو إلا الجماعات إلا الزنادقة. بعض العملاء هذم اللي جايين بقراويط هذم ما عندهمش بقاء، ما عندهمش قاعده شعبيه، ما فيهمش امكانيه يقعدوا. اللي قاعدين في الركسوس وشايفين انتم زادان يجي ما يقدرش يتجول في شوارع طرابلس ولا شوارع بنغازي، قاعد مقعمز في الركسوس لين تمت مدته وبعدين هرب للمطار. ما عندهمش قاعده شعبيه. باقي الميليشيات التي غير الاسلاميه هي ايضا ما عندهاش حضور، ما عندهاش من يدعمها في الشارع. نحن العدو الأساسي هو الحركات المتطرفة. إذا كان الغرب قضى على الحركات المتطرفة عرفنا ليبيا ستعود بدون حرب بدون سلاح، ستعود خضراء ما في ذلك شك. اليوم الناس نادمين، حتى اللي موجودين في الميليشيات الآن جزء كبير منهم نادمين، لكن يقول لك بنرمي السلاح حيقضوا علي ولا يغتالوني. يعني حتى الميليشيات اللي غير خاضعة للإسلاميين اليوم خايفة على نفسها وجزء كبير منهم نادمين. إذن الحرب على الإرهاب هي خدعة أخرى وذريعة أخرى فقط، لأن لازم تنتبهوا يا أحرار، أي قنبلة ستسقط على ليبيا هي ستدمر أحد إنجازاتنا. هذه رقم 1. رقم 2، كل الأسلحة التي استخدمت في ليبيا ثبت
الآن إنها كلها جزء كبير منها هي أسلحة محرمة دولية. وليبيا اللي في الداخل يعرفوا أن كثير من الأمراض، انتشار السرطان حفظنا الله وإياكم بنسبة 60% حسب التقارير الطبية، زادت نسبة السرطان بنسبة 60% في المدن الليبية. أيضا هناك تشوهات خلقية في الأجنة، هناك مشاكل أخرى جلدية بدأت تطلع على أعراضها على كثير من الناس. أيضا البيئة حتتضرر من الأسلحة هذه، الفسفور الأبيض واليورانيوم المخصب، هذه كلها استخدمت في ليبيا، لأن يعني هم ما يعملوش على الحرب في ذاتها، ولكن يعملوا على تشويه منطقة لعقود من الزمن، سواء البيئة، الأرض، البشر، يعني نحن سنعاني منها. وبالتالي ما فيش حد أي تدخل. التدخل هو كارثة، القصف هو كارثة أيا كان. لا يخدعون بمكافحة الإرهاب ولا يخدعون بمثل هذه المبررات، لأن نحن أمامنا. أنتم يا فبرايريين مثلا اللي تصفقوا اليوم لتدخل الناتو، مش خش في 2011 قال لكم بنحمي المدنيين، اليوم المدنيين يموتوا في كل مكان. الصفحات بنغازي اللي تهلل للتدخل الأجنبي. وين حماية المدنيين اليوم بعد 3 سنوات؟ أبنائكم يموتوا بالحرق وبالتمثيل تمثل بهم أنصار الشريعة، والطائرة بدون طيار تصور فيهم من فوق، ولم يتدخل الغرب لأنه يقول والله حماية اليوم المدنيين عليهم خطر في الشوارع وفي المدن الليبية. أيضا أنا أستغرب أن واحد من أنصار معمر القذافي ويصدق خدعة أن الغرب سيتدخل لمكافحة الإرهاب. لا يوجد، هذه خدعة ما تنطليش علينا. أي تدخل خارجي هو فقط لتدمير ما تبقى من إنجازاتنا، وحتى وإن وزيادة أو القصف لن يكون مركز، هم سيقصفوا أيضا أشياء أخرى يريد تدميرها في ليبيا. لأنكم أنتم عارفين في أفغانستان ضرب عشوائي، ناس أبرياء تموت بحجة مكافحة الإرهاب. يضربوا مرة رتل متاع عرس، مرة يضربوا خيمة متاع التعزية، مرة يضربوا حي شعبي، مرة يضربوا مدرسة. فما تغريناش، لا تغرينا ولا تخدعنا هذه التصريحات أيا كانت صحيحة أم كاذبة. هي فقط في إطار الصراع الأمريكي من أجل الوصول للسلطة، يستخدمها الجمهوريين والديمقراطيين. اليوم الساحة التي يريدوا استعراض فيها عضلاتهم وقوتهم هي ليبيا، ومن بعد وهكذا في كل انتخابات رئاسية يضحون بمكان ما في العالم بأن يظهروا فيه السياسة الأمريكية، يستخدموها في العراق وزي ما قلت لكم في أفغانستان وهكذا. يعني في كل فترة رئاسية يستخدمون فزاعة في مكان ما ويتدخلوا بذرايع الحرية والديمقراطية ومكافحة الإرهاب ونشر أو الحريات والإعلام وغيرها من هذه الشعارات اللي يفترض أن نحن محصنين منها. ما تخدعناش، قالوا أمريكا ما قالش أمريكا، ما تخدعناش. الفبرايريين عليهم أن يحفظوا الدرس أيضا. أنا أستغرب أن واحد فبرايري اللي حصل اليوم في ليبيا من 3 سنين هو من جراء الناتو. كيف اليوم تصدق أن الناتو بيكافح الإرهاب؟ كيف هي ديبورا تجتمع مع بالحاج؟ كيف هم فرنسا يستقبلوا في بالحاج ويعقدوا في المؤتمرات الصحفية معه وكأنهم مش عارفين تاريخه أين كان وكيف انضم للجماعة الليبية المقاتلة وكيف كان في أفغانستان وكيف تم القبض عليه. أنتم اللي تعرفوا تاريخه، أنتم اللي سلمتوه لليبيا في شكارة. أبو أنس الليبي دخل بموافقة الأمريكان، ثم خدعونا قالوا تم القبض عليه. لم يتم القبض عليه، هو عميل، جابوه أنهت مهمته، رجعوه لأمريكا فقط. بقموا يعرفوا موقعه ويعرفوا مكانه ويعرفوا تليفونه ويتصل، هو ما هوش متحشم، يتصل حتى بقنوات فبراير ويدير في مداخلات. يعني وانتم ترصدوا الأقمار ترصد والشبكات الاتصالات تحت المراقبة والطائرة بدون طيار تصور، وانتم عارفين بوخ التالي، عارفين تجول في بنغازي الزهاوي مقدمين 30 اسم المخابرات CIA، 30 اسم، وعندهم بالصورة ناشرين حتى صورهم في بعض المواقع الأمريكية، 30 الاسم المتهمين في قتل السفير الأمريكي. عندكم أسمائهم وعندكم عناوينهم، ولكم 3 سنين تراقبوا فيهم وتعقدوا حتى في اجتماعات سرية معهم. إذن ما تخدعناش هذه الذرايع وهذه المبررات. التدخل الأجنبي في كل الأحوال هو كارثة، والقنابل اللي ستسقط على بلادنا ونحن المتضررين منها. الإرهاب نحن كفيلين بمحاربته، ولا نستحق لا دعم خارجي. عندما كنا 40 سنة كنا نكافح الإرهاب بكل أشكاله وصوره، واستطعنا أنها تبقى ليبيا آمنة مستقرة رغم الفوضى التي كانت من حولنا. الجزائر قعدت 10 سنين تعاني من الإرهاب، مالي
تشاد، النيجر، مصر، كل هذه الدول كانت تعاني من الإرهاب. ليبيا الوحيدة رغم كل المؤامرات وكذا إلا أن استطعنا بقوة مؤسساتنا الأمنية والعسكرية أن نحبط كل هذه الحركات المتطرفة. ما ناش محتاجين للغرب، الغرب فقط يخرج عنا، ما تخدعناش، ما نتعاطوش معها بإيجابية إطلاقا. لن يكون أي تدخل أجنبي هو في صالح الوطن، وأنا أعطيت هذه المبررات هي فقط في إطار الصراع. بقدمكم قرابين الجمهوريين بيقولوا والله الديمقراطيين لم يكونوا في المستوى القيادة ولم يتعاملوا مع قتل السفير واقتحام القنصلية بشكل كويس، وبالتالي بيتهموهم فقط لأنهم يكسبوا الرأي العام في صفهم للانتخابات القادمة. الديمقراطيين بيردوا لا، نحن الحزب القوي واللي قادرين وسنكافح على الإرهاب وسنقوم أيضا، وممكن حتى يضربوا، يعني ممكن يضربوا أو لا ممكن يضربوا، وزي ما قلت لكم ممكن يقدموا قرابين يقبضوا على أي 2 أو 3 من بعض المتطرفين ويقدموهم للعدالة فقط باش يكسبوا الرأي العام. لا تهمهم ليبيا ولا تهمهم مصلحة الليبيين ولا يهمهم مكافحة الإرهاب. هذه كلها خدع لا ينبغي أنها تمر علينا، ما تمرش علينا نهائيا. فقط أنا حبيت أن نقول هذه الملاحظة فقط، لأني شايف أن في حديث كبير وواسع سواء في صفحات الفيس والله حتى في الغرفة حول هذا الموضوع. لن يكافحوا الإرهاب لأن الإرهاب هو ذريعتهم للتدخل، وبالتالي وجوده مهم لهم، وجوده الآن ومستقبلا. حركات المتطرفة صنيعة الغرب. من الذي دعم أنصار جبهة النصرة في سوريا؟ من وين توصل فيها الأسلحة؟ توصل فيها من السعودية ومن قطر، وبدعم من الغرب. الغرب هو اللي أعطى الإعاز الدول الخليجية بدعم جبهة النصرة، مثل ما أعطى الغرب للأردن ولقطر وللإمارات ولما كان في ذلك الوقت طنطاوي ورشيد عمار في تونس. أعطاهم الإعاز بدعم المتطرفين وتسهيل دخولهم إلى ليبيا. جونا متطرفين من اليمن، جونا من الخليج، جونا من شرق آسيا، من كل مكان. تعرفون اللي قاتلوا اليوم في سوريا آلاف منهم جاءوا من دول أوروبا. ولما نقولوا من دول أوروبا أي أنهم طلعوا من هذه الدول على عين المخابرات. اليوم تعاني أوروبا من عودة هذه الجماعات التي كانت تقاتل في سوريا إلى أوروبا. إذن أنتم اللي سهلتوا خروجهم من دولكم لكي يقاتلوا في سوريا. أنتم اللي دعمتوهم بالسلاح، مثل ما كنتوا تنزلوا في السلاح بالطائرات الفرنسية على المتمردين في الجبهات في ليبيا. مش كانت فرنسا ترمي في السلاح على الجبل وعلى مصراتة، نزلهم في الأسلحة والذخيرة بالطيران. مش كان المارينز هو الذي يعطي في الخطط وهو الذي يقود في الجبهات سواء في الجبل ولا في مصراتة ولا في الجبهات الشرق. أنتم اللي دعمتوهم، أنتم اللي دخلتوهم لكل دولنا سواء في سوريا سواء في ليبيا سواء في اليمن سواء في مصر. إلى حد الآن الغرب مازال متضامن مع الأخوان رغم إذا كنتم تحاربون الإرهاب. الأخوان في كل يوم يقتلوا ضباط وشرطة من المؤسسات الأمنية والعسكرية المصرية، في كل يوم يموتوا وعلى عين الغرب، لكنه لم يتكلم عن الإرهاب في مصر، رغم أنه يعلم أن هذه الأساليب هي أساليب إرهابية. التفجير والتفخيخ السيارات والاغتيالات اللي تحصل اليوم في مصر كلها من الأخوان، وما زال يدافع عن هذا الحزب الذي ألصقت به كل هذه التهم. والمصريين عندهم بالأدلة قبضوا على كثير من المشبوهين واعترفوا بأنهم قاموا بعمليات تفجير وقتل لضباط الجيش المصري. شكرا لكم أخوتي، خذت وقت طويل. أي أنا تابعت المواقع على الأقل اللي نثق فيها، ما لقيتش مصدر
يحكي على أن فيه قرار، لكن أيا كان القرار من عدمه هي هم مش محتاجين قرار على كل الأحوال. قلت لكم والأمريكان عندهم قانون ما يحضرنيش، إن شاء الله المرة الجاية نجيب لكم القانون ونجيب لكم صيغته. القانون يجيز لأمريكا التدخل في أي مكان يشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي. عندهم قانون هكذا يجيز التدخل في أي مكان يشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي. ففي كل الأحوال الضرب من عدمه مش هذا المحور، ما هوش مكافحة الإرهاب، ولكن قلت لكم أنا في إطار الصراع الأمريكي صراع الانتخابات ليس إلا ما يحتاج أكثر من هذا، وهو يزيد الفوضى ويزيد الكارثة، لأنها الحرب القادمة الفبرايرية القادمة ستكون حرب الإسلاميين، لأن الإسلاميين الآن سينقسموا على بعضهم، وأنتم شايفين هذا بادي الآن البوادر، جزء الآن مرحب وجزء ضد التدخل، وهنا سيبدأ التكفير فيما بينهم، وستبدأ القتال الإسلامي. هذه آخر محطات فبراير قاتلت بعضها، خونت بعضها، الآن صفت عليه الإسلاميين الإخوان والآخرين في مواقع القرار والسيطرة على المدن. الآن الحرب القادمة هي الإسلامية، أي أن التيارات الإسلامية ستنقسم على بعضها وستقاتل بعضها برعاية أمريكية. سنشوفوا خطف واغتيال لتيارات إسلامية فيما بينها. هذا هو وهذا التدخل سيقسم الصف بين مرحب مثل بالحاج ومن يدور في فلكه، وبين آخرين ضد التدخل، وهؤلاء سيرفعون السلاح، وهنا ستبدأ الانقسام وسيبدأ التناحر الإسلامي، وهذه آخر المراحل، وهذه هو ما ينبغي أن يصل إليه الغرب في خطة في ليبيا، لأن هذا القتال سيكون مروع ومفزع، لأن كل الأطراف هي تدعي الجهاد، وكل الأطراف هي لا حدود لإجرامها، تقتل وتفجر. ممكن تفجروا سوق، ممكن يفجروا خيمة فيها عرس، ممكن يفجروا صالة فيها فرح أو فيها حتى عزاء، ما عندهمش مشكلة. المهم كلها تحت الجهاد جائز، فقط لأن مشتبه فيها أن هذه فيها مثلا يقولوا أن نساء متبرجات، ولا سوق لأنه يبيع في ملابس غير شرعية، أو يعني عندهم الحجج لذلك، وبالتالي كله بيعتبروا فيه طريق للجنة. كل هذا الصراع القادم هو صراع سيكون شرس أكثر مما هو موجود الآن. الصراع الإسلامي مثل ما هو حاصل بين داعش وبين جبهة النصرة في سوريا. شكرا لكم، وآسف جدا على الإطالة، والمايك أخضر.